السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة كويزين ام رؤيا. كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المملحات كيجيو البنات خطيرين ورائعين بحشوه اقتصاديه، وواحد العجين غتولي معتمده عندكم. كيف ما كنعرفوا حنا ان شاء الله رمضان على الابواب، فغادي تولي معتمده عندكم في جميع الوصفات. بصراحه كتجي سحريه وخطيره بالناس. انا وليت كنفضلها على الورقه ديال البسطيله لانها كتجي بنينه بزاف وما كتضيعش، ماشي بحال الورقه ديال البسطيله، وكتجي حتى المذاق ديالها بنين وكتكل كامله. كيف ما كتشوفوا كتجي واعره واعره بزاف. وندوزو نتعرفوا على المقادير وعلى طريقه التحضير على بركه الله. وكنتمنى اللي اول مره كيكتشف القناه يضغط على زر الاشتراك والاعجاب هكا ويبارطاجي الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالو. كيف ما كتشوفوا هنايا خديت نص كيلو ديال الدقيق، من الاحسن يكون نوعيه جيده باش هكا كيعطينا واحد النتيجه اللي زوينه. هكا كيف ما كتشوفوا غربلته. غادي نزيد ليه هنايا كيف ما كتشوفوا واحد المعلقه صغيره ديال الخل كيعطي واحد الهشه زوينه للعجينه. هنايا الملح حسب الذوق، تقريبا استعملت واحد المعلقه صغيره. معلقه كبيره كيف ما كتشوفوا ديال العسل، من الاحسن تستعملوا العسل كيعطي واحد اللون ذهبي للعجينه، واحد التقرميشه اللي زوينه، او معلقه ديال السكر ماشي مشكل. صافي هنايا كيف ما غتشوفوا غادي نضيف ابيض بيضه، وغادي نضيف ليها كذلك واحد معلقه ديال الزيت. صافي هادو هما المكونات كيف ما كتشوفوا ساهلين ماهلين، والنتيجه واعره واعره. كيف ما كتشوفوا انا كنجمعها غير بالماء مروبيني عادي ماشي دافي. القوام اللي غنحصل عليه ديال العجينه نتوما غتشوفوه معايا غادي يكون شويه متماسك، ما يكونش ثاني رطب بزاف، لان هاد العجينه ما غاديش ندلكوها. كيف ما غتشوفوا غادي غير نجمعها وغادي نديرها في واحد البلاستيكه. من الاحسن هكا الا كان عندك الشغل ديال الكوزينه عجنيها هكا الصباح وفي العشيه شكليها، فغادي تلقايها ولات واحد العجينه اللي بحال راه مدلوكه نيت، وواحد القوام ديالها اللي غادي يكون زوين ومطاطي. كيف ما غتشوفوا هنا غادي ندهن الوجه ديالها بشويه ديال الزيت باش هكا ما تلتصقش ليا في البلاستيك. صافي وغادي نديرها في واحد البلاستيكه ونخليها مده تقريبا ديال، انا غنخليها تقريبا واحد 4 ديال السوايع، يعني عجنتها الصباح وما غادي نخدم بها حتى العشيه. صافي غنخليها ترتاح وغادي ندوز نوجدو الحشوه كيف ما غادي تشوفوا. بالنسبه لبنات الحشوه اختياريه، انا غادي نشارك معكم داكشي اللي استعملت. خديت تقريبا واحد 2 بصلات كبار اللي شلطتهم هكا في العشوار مع فلفله هكا ملونه بالاخضر والاحمر. ضفت ليها شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت، شويه ديال الخرقوم. عندي هنايا شويه ديال التحميره، وغادي نضيف لها هنايا شويه ديال الابزار. صافي هنايا غادي نضيف العطريه او التوابل ديال السمك، كتعطي واحد المذاق اللي زوين. بصراحه انا غادي نديرها بحال هكا بالنكهه ديال الحوت، ولو انا غادي نستعمل فيها الصدر ديال الدجاج فغادي نزيد فيها هكا النكهه ديال الحوت. كتعطي واحد المذاق اللي زوين، ما كتخليش ان غير المذاق ديال الدجاج اللي كيجي طاغي. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نحرك هاد المكونات عفوا مع بعضياتهم حتى غادي يبداو هكا كيطيحوا، والعافيه راه مجهده باش هكا ما تلقش لينا ديك البصله وفلفل الماء. وهنا غادي نضيف واحد الكميه ديال صدر الدجاج اختياريه، او شويه ديال الكفته او شويه ديال الحوت الكروفيت، المهم اللي توفر لكم. هنا ضفت واحد المعلقه صغيره ديال لا موطارد، وضفت هنايا كيف ما كتشوفوا صلصه ديال المحار تقريبا واحد المعلقه كبيره اختياريه، وصلصه الصوجا اللي توفر لكم. صافي هنايا خديت بنات واحد الباكيه كصغيره او واحد المورسو ديال الشعريه الصينيه ديال الروز، من الاحسن تكون ديال الروز. هكا خويت على شويه ديال المغليان وخليتها حتى طلقات كيف ما كتشوفوا، وقطعتها وزدتها هكا على الحشوه. بغيتو البنات تزيدوا هكا الخيزوم محكوك طويل او الكورجيت، مهم كيف ما قلت لكم الحشوه اختياريه نتوما اللي كتحكموا فيها. هنا كيف ما كتشوفوا ضفت شويه القزبر ومعدنوس مع شويه ديال الزيتون مقطع. صافي هذه هي الحشوه كيف ما كتشوفوا. غادي نفرغها في واحد الاناء هكا باش تبرد، وغادي نضيف لها شويه ديال الموتزاريلا باش تعطينا واحد شويه ديال البنه وشويه ديال التعليكه او فرماج حمر، او شويه الفرماج ديال الساندويتش، مهم اللي توفر لكم. هنا غادي نرجعوا للعجينه كيف ما كتشوفوا بعد ما ولات مطاطيه البنات وغزاله بزاف، وغتساعدنا في الخدمه كيف ما غتشوفوا معايا بحال راه دالكينها. شفتوا القوام ديالها كيفاش كيكون، ماشي بحال كيف ما حطيناها في الاول. المهم انا بنات هاد العجينه هكا كنديرها حتى المسمن، فكتوفر علينا الجهد وحتى الوقت. هنا كيف ما غتشوفوا غادي نقسمهم. هنا 6 ديال الكويرات، بصراحه جاوني شويه كبارين فقسمتهم ل8 ديال الكويرات. يلا عطاتني يلا عطاوني هذاك القياس اللي انا بغيت. كيف ما تشوفوا انا قسمتهم على 6 وغادي نرجع نقسمهم على 8. كنحاول هكا غير ندهن يدي بشويه ديال الزيت، دهنه خفيفه، ما تدخلوش هذاك الزيت لداخل باش هكا العجينه ما تبقاش تقطع عليكم. هنا البنات كيف ما كتشوفوا انا دوب شويه ديال الزبده
وضفت عليها داك شويه ديال الزيت اللي كتبقى من الحشوه، هذوك ليدام اللي طلقات ليا ديك الحشوه، فضفتو لهاد الزبده هذه، فعطاتني هذاك اللون هكا كيعطي حتى اللون لهاد البسيطلات او هاد المملحات اللي غادي نحضروا. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كنطلق بشويه ديال الزيت العجينه بعد ما تخليوها حتى ترتاح مزيان. انا هكا البنات راه زربت عليها ما خليتهاش ارتاحت. صافي كيف ما غتشوفوا كنطلق بشويه ديال الزيت، عاد كنضيف هذاك ليدام او هذيك الزبده مع داك الصوص. صافي وكندير وحده في قلب وحده كيف ما غتشوفوا، ولكن كتورقوا مزيان كيف ما كتشوفوا حتى كيبدا يبان لكم سطح ديال العمل. ورقوا مزيان باش هكا تحصلوا على التوريقه اللي كتجي زوينه، ما تخليوش العجينه غليظه، ورقوا قدر الامكان وخليو العجينه ترتاح. كل ما ارتاحت غادي تعطيكم الطوع وتحصلوا على واحد النتيجه اللي زوينه وما تعذبكمش حتى في الخدمه. كيف ما قلت لكم انا كنت شويه مزروبه بها، ما خليتهاش ارتاحت اكثر من القياس، داكشي علاش كتقطع ليا. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا كنحاول ندهن بالزبده وكندير وحده في قلب وحده حتى غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله. صافي من بعد لي من غنكمل غادي نخليها ترتاح تقريبا قدر الامكان واحد نص ساعه او ساعه، مهم على حساب نتوما الوقت شحال عندكم، باش هكا ملي تجيو تبسطوها تعطيكم الطوع كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نحاول هكا نبسطها، ولكن ما تورقوهاش ثاني كثار من القياس، لان مازال غادي نجبدوها من غادي نبداو نشكلوا فيها. هنايا الكره هذه كل كره كنقسمها على 6 كيف ما كتشوفوا، وغادي نستعمل انا هاد الغطاء هذا ديال هاد القراع ديال الشكلاط او المهم هادو اللي كيكونوا هكا، فكيعطيو واحد المنظر زوين وكيساعدونا هكا في الخدمه وكيعطيو حتى الشكل اللي مقاد. كيف ما كتشوفوا انا البنات كنشكل العجينه وانا كنجبد وكنقطع هذوك الزوائد باش ما تجيش عجينه فوق عجينه وتجينا من التحت غليظه. هانتوما غتشوفوا كيف ما تشوفوا معايا كنحاول هكا ندير الحشوه ونجبد العجينه باش هاك وما نديرش عجينه فوق عجينه. فيما كتلقاو عجينه فوق عجينه فكنحيدوا دوك الزوائد اللي كيكونوا فوق منها باش هكا تجينا العجينه من تحت مفينيه وما تجيش غليظه، وحتى هاد البسيطلات او هاد المملحات هادو ما يجيوش غلاظ بزاف ولا تجي فيهم غير العجينه. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نكمل بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا، راه موضح الفيديو. كيف ما قلت لكم تخليوش هذيك العجينه تجي كثيره بزاف. صافي حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. ممكن تشكلوا هكا حتى دي سيجار فراه كيجيو زوينين بزاف. بعد ما ساليت الكميه البنات اللي عندي كامله، انا ماشي ديك العجينه كامله خرجت لي هذه الكميه، فاستعملت غير نص ديالها ونص ديالها خليته المره اخرى. كيف ما كتشوفوا هذيك العجينه راه واخا تحتفظوا بها هكا في الثلاجه يعني واحد يومين راه ما كيوقع عليها حتى شي حاجه. هذيك الزبده كانت شاطت ليا هكا فيها ديك الليدام، دهنت بها الوجه ديال هاد البسيطلات او هاد المملحات وثقبتهم ودخلتهم على عافيه مهيله حتى تحمروا وخداو هاد اللون الذهبي كيف ما كتشوفوا. وهكا كنزين ليهم الوجه ديالهم بهاد الجبن مبشور او فرماج حمر او موتزاريلا، المهم اللي توفر لكم تزيين كيف ما كتعرفوا اختياري. وغادي نضيف هكا واحد الشرائح ديال الحامض اللي مقطعين مثلثات، وغادي نرشهم بواحد شويه ديال ديال المعدنوس مع شويه ديال سميتو ديال السانوج، مهم اختياري كيف ما كتشوفوا راه كيعطينا واحد المنظر اللي كيجي زوين. المهم هادو هما المملحات ديالنا كيف ما كتشوفوا كيجيو البنات خطيرين مقرمشين. كيف ما كتشوفوا دايره مازال سخونه ما قدرش نقسمها معكم مزيان، غادي غير نحاول نوريكم هكا يعني سطحيين. شوف كيفاش البنات العجينه مقرمشه لواحد الدرجه. مهم انتم غادي تشوفوا الحشوه من الداخل واخا كانت باقا سخونه بصراحه ما قدرش نقسمها معكم مزيان. مهم جربوهم اكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم واعتمدوهم هكا عندكم الوجبات ديال الكوتي تنوعوا بهم بالملح والحلو. او وهاد العجينه كيف ما غادي نقول لكم يعني تقدروا تعمروها حتى بحشوه حلوه فرا كتبقى نفس العجينه ما كتغيرش. صافي هذا هو الاقتراح ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء ديالكم بطبيعه الحال الا كان كيستحق. وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله ووصفه جديده.